قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة ياسمين أشرف. في فيلا الهلالي أول يوم رمضان على السفرة كان قاعد حسني اللي كان في أواخر الخمسينات وحواليه عياله 3: آسر الكبير 30 سنة، عاصم 28 سنة، مصطفى 18 سنة. حسني وبيشرب كوباية عصير وبيقول: رمضان كريم يا ولاد، أنا فرحان أوي بلمتنا على الفطار السنة دي. صحي رمضان في مصر حاجة تانية. آسر بص لعاصم وقال له بصوت واطي: هو ابوك عقله خف يا اسطى ولا ايه؟ استنى نتأكد بس ما تقطعش. فجأة سمع مصطفى قلب حماس: انا بصراحة مبسوط جدا وهبسط اكتر لما اروح نفطر في العزبة مع تيتا ان شاء الله. وقال: يا حبيب تيتا يا حنين. حسني بغيظ: انت بتقول ايه يا آسر؟ سمعني. آسر بجز على اسنانه: هقول ايه يعني يا حاج؟ اكيد العزبة وحشتني، وما لا توحش مصطفى لوحده يعني؟ بس والنبي انت قدامك حتة ورك رومي يعني طالع عليه من ساعة ما قعدت نولهوني بس. حسني بصله بقرف: خد يا من المفاجيع كل. وبص من عاصم، ده المهندس بتاعه العاقل اللي كان بياكل في صمت: وانت يا عاصم اخبار الدنيا معاك ايه في الشركه؟ حصل اي حاجه جديده؟ عاصم بص لابوه بهدوء: مفيش حاجه يا بابا، ما تقلقش، الدنيا ماشيه كويس. حسني بتردد: طب بص على السكه ودغري كده، انا ما كنتش اتمنى اطلب منكم الطلب ده، بس انا عارف ان انتم عيالي وهتسدوا، وانا مخلف 3 رجاله. وبص على عياله اللي كلهم كانوا بياكلوا مش مهتمين اصلا بكلامه. حسني وهو بيخبط بايده على الترابيزه: ايه هو انا طلعت مش مخلف رجاله ولا ايه؟ ما ترد عليا لا انت وهو. مش بتكلم انا، اقسم بالله انا عارف ان القعده دي وراها ان اكيد مش هجمعنا عشان نفطر معاه، مش من حبه فينا يعني، ولا ايه يا عاصم؟ عاصم ببرود: انت هتقولي علاقه مصالح؟ مصالح ايه يا جزمه منك ليه؟ انا ابوكوا بطلب منكم طلب، وبعدين ده مش ليا، ده عشان جدتكم بصراحه كده من غير لف ودوران. احلام بنت عمتكم الله يرحمها جت مصر مع ابوها، وانا عايزكم تجيبوها هنا. نعم، عايزنا نخطفها؟ ده احنا حتى في رمضان استغفر الله العظيم يا رب يا حاج. في فيلا كبيره كان واقف رأفت، وده والد احلام، وبيقول: هاي، ايه رايك بقى في مصر؟ احلام كانت لابسه كاجوال وشعرها كان كيرلي، لونه اسود وملامحها مصريه قوي رقيقه تحفه تجنن. بس سيبك بقى من جو اني خايف عليا ومش عايزني اتمشى وتبعت معايا الجردات عشان ده بره عني خالص. يا حبيبتي غصب عني، وانا عايزه اطمن عليك يا احلام. احلام بهزار: يا سيدي الناس تطمن عليا من ايه بس؟ هو انت فاكرني بنت خواجايه؟ طب ده اللي يقرب على سكتي هظبطهولك يا حاج. عيب الكلام ده، خلي في ثقه بينا. هو انا بكلم مين؟ ده انت اللي يشوفك يفتكرك متربيه في الوراق. روحي يا احلام راحتك، مش همنعك يعني. وسابها ودخل الفيلا، واحلام سقفت بحماس: نبدا اول رحله لينا. وجابت الفانوس اللي هي لسه شارياه وقالت: وحوي يا وحوي، رمضان كريم هل هلاله، رمضان كريم يا جماله. الداده بتاعتها قربت منها وبتضحك وقالت لها: ربنا يفرحك كمان وكمان يا ست احلام. احلام اديتها بوسه من خدها: حبيبه قلبي بقولك ايه، هو الموتوسيكل اللي قلتلك عليه موجود؟ الداده بتوتر: موجود بس يعني. لا ما بستش بقى، انا معايا اللوكيشن بتاعه، نفسي اشوفه قوي. على خير يا رب، بس يبقى طمنينا عليكي برضو. على السفره حسني بحده: تخطف مين يا بهيم انت؟ وانا نفسي تقرب مننا وتعرفنا، تيجي تزور جدتكم، نفسي اخدها في حضني، دي مريحتي الغاليه. مصطفى حس بابوه جدا: عندك حق يا بابا، والتيتا روحيه دايما تجيب سيرتها ونفسها تشوفها. عاصم وهو بياكل: طب ما تروحوا تزوروها. انت عامل كل الحوار دوت عشان اجيب لك العنوان يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا يا اذكى اخواتك، عشان ابوها اكيد مكرهها فينا، فانا عايزكم انتم تساعدوني وتتكلموا معاها وتقنعوها تيجي تزور جدتها. وبص لآسر: بس انت بالذات ما تفتحش بقك، عشان اكيد لو اتكلمت معاها هتكره العيله كلها. آسر باستفزاز: ده كده كده على العموم اللي انت عايزه يعني انها تيجي تزوركم، خلاص اعتبر الموضوع خلصان النهارده. حسني باستغراب: النهارده يا آسر؟ متأكد من كلامك؟ الله، هتعايل ولا ايه يا حاج؟ قلت لك النهارده هتيجي تلاقيها في الفيلا، ولا ايه يا عاصم؟ عاصم بخبص هو فاهم دماغ اخوه: عيب بقى واحنا عيال، انت قلت انك مخلف رجاله، سيب لنا الموضوع. اما عند احلام، بعد ما اتاكدت ان ابوها نام وراحت اخدت الموتوسيكل وتلعب بيه، ومجرد ما طلعت من الفيلا بشويه اتفاجئت بعربيه كبيره سودا بتحاول تكسر عليها، ونزل عاصم وآسر منها عشان يتكلموا معاه. بس مجرد ما آسر قرب اخد حته شلوب بالرجل في بطنه. آسر بصدمه: يا بنت الصرمه، دي بتضرب تحت الحزام يالا. عاصم بيحاول يمسكها من ايديها: يا بنت استنى عايزين نتكلم معاكي، هي دي اللي من برا مصر؟ أسرى وبيحاول يتلاشى الضرب بتاعها: وربنا دي حتى ما حصلتش من حور مصر، كتفها معاه يا عاصم. أحلام بعصبية وبتزق في عاصم: سيب ايدي يالا، ده انا هنفخك وحزن اهلك عليك يا امور. عاصم برق بذهول: السفالة دي يتم بقك وتعالي معانا يلا. بس اتفاجئ ان احلام اديته هو كمان برجلها في بطنه، وده عصب عاصم جدا لدرجة ان هو مسكها واداها بالروسية: البت السعرانة دي. مصطفى بخضة: يخرب بيكم اللي انتم عملتوه ده احنا جايين نتعرف عليها،
هو احنا جايين نخطفها يا جدعان؟ عاصم شالها على كتفه وقال بلا قرف بقى، بدل ما ارميها في الشارع، دي عيله مستفزه ولا اركبه. وبمجرد ما وصلوا الفيلا دخلوها المخزن وبدأوا يفوقوها، بس رجعت تاني تشتم وتطول ايديها، فاضطروا يربطوها ويسيبوها في المخزن لوحدها وخرجوا. بالليل خالص في الفيلا حسني دخل الفيلا وفرحان وفي لهفة انه يتعرف على احلام، بس مجرد ما دخل لقى عياله التلاتة قاعدين في الصالة، كل واحد بيعمل حاجة شكل. مصطفى قاعد على اللاب بتاعه وآسر بياكل وعاصم بيتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ هي فين؟ آسر ببرودة وهو بياكل. هي مين عدم لا مؤاخذة؟ نعم يا عين امك. هي ايه اللي مين؟ بنت عمتك فين؟ يلا انت وهو انطقوا. آسر بغل. اه، انت قصدك البت اللي ما عادتش متر ونص دي، اللي عايزة تتربى من اول وجديد، عندك متلقحة في المخزن. حسن اتصدم وحس انه مستحيل يكون سمع صح، اصل مين دي اللي في المخزن؟ وقلب ذهول قاعد كده ياض سمعني مين دي اللي في المخزن. مصطفى ساب اللابتوب بتاعه وقال باحراج هي احلام؟ لا، ومش بس كده، ده عاصم كمان ربطها. نهار ابوكم مش فايت، ده انا طلع عين اهلكم النهارده يا ولاد حسني. ومن كتر غله وغيظه سحب الحزام ولسه هيجري وراهم، التلاتة جريوا وقفوا على السفرة. عاصم بحدة جرى يا حاج، هو احنا لينا في جو قط وفردوت؟ مش كبرنا قوي على الموضوع ده؟ سيبك يا عم من احنا اللي كبرنا. انا مش فاهم انت متضايق ليه؟ طلبت واحنا نفذنا، والبنت عندك في المخزن واحمد ربنا اللي ما تخطاش عيارين. اه يا كلاب، وانا مخلف بلطجيه يا ربي؟ بعتكم تجيبوا بنت عمتكم وانتوا فاكرينها بلطجيه رايحين تثبتوها؟ اسر بعصبيه. بلطجيه ايه؟ دي شرشوحه اساسا، والله العظيم دي مستحيل تكون من انجلترا، دي اخرها من عزبة البقر، والله ما في بقر غيرك انت واخواتك. انزلوا قدامي حالا على المخزن يلا. عاصم وبينفخ. ايه اللي القيمه اللي احنا فيها دي يا عم ياسر؟ يلا اما نشوف اخرتها، يا رب تكون تفسد تحت وميتت. ونزلوا المخزن وحسني اول ما شافها برق فعلا، رابطين ايديها وحاطينها على السرير وكمان حاطين لزقه على بقها. لا لا مستحيل، انا ما خلفتش رجاله، انا خلفت هالجميل مسجلين خطر، حاطين لزقه على بق البنت بتعمل صداع. انت مش فاهم هي بتصرخ كتير ازاي. حسني بيضرب كف على كف. فوضت امري لله، فوضت انا امري لله فيكم يا عيال حسني. وسابهم وراح شايل اللزق من على بق احلام، وسمع احلى سيمفونيه شتايم فيهم كلهم. احلامه لسه مربوطه. هو انتوا فاكرين هسيبكم؟ ده انا هوديكم في داهيه يا شويه اوباش، يا رجاله نص سوا، يا اللي ما لقيتوش حد يربيكم. حسني بيحط ايده على ودنه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه صدى الصوت ده؟ عاصم ابتسم وقلب خبز. مش قلت لك اقطع لسانها اسهل وهي بخلص البشريه؟ حسني وهو بيطبطب عليها. ايه ده يا بنتي؟ ما فيش حاجه، دول زي اخواتك بس كانوا بيهزروا معاكي. احلام بغيظ. فكني يا حاج، انت راجل كبير ما تخلينيش اقلب عليك، انا عارفه اتصرف معاهم. حسني فكها واجرك الله. اول ما دي اتفكت كانت بتقرب عشان تهبش اسر من وشه، بس حسني مسكها من وسطها بسرعه وقال ايه دي يا بنتي؟ استهدي بالله، انا هجيب لك حقك، بس كله الا العنف، احسن ده لو مسكك هيدشملك. اوعى انت يا راجل يا عجوز ومسن، اخرج بره بدل ما تتعور، الواد ده هيموت النهارده. اسر بغيظ وهو بيحاول يجيبها هي كمان من شعرها. من دي يا بت اللي هيموت؟ ده انا مش شايفك يا اوزع يا منكوشه. فاشر انا منكوشه؟ ده هير ستايل يا جاهل يا فلاح. مصطفى وماسك اسر. مالهم الفلاحين بقى يا اختي؟ ما انت واحده منهم اساسا، دول يا سيد المجتمع يا جهله. عاصم كان خلاص فقد اعصابه من كتر الصوت العالي وقلب زعيق. بس خلاص واحنا في الشارع، ما بس انت وهي. وقرب من اسر اخوه. خلاص يا اسر انت الكبير، لو سمحت بابا، احنا كده عملنا اللي علينا، واحنا عندنا شغل مش فاضيين للهبل ده. وسابوهم وخرجوا، بس مصطفى اللي فاضل واقف وبيقول باحراج احنا اكيد اسفين على الطريقه، بس هما كده صعبين شويه. احلام كانت واقفه متضايقه وحسن حط ايده على كتفها. ما تخافيش يا حبيبتي انا خالك، يمكن غلطت عشان بعتهم يجيبوكي، بس صدقيني ما هتاذيكي طول ما انت معايا. احلام بصت لخالها بابتسامه وقالت خالي حسني انا عارفاك على فكره، كنت هجيلك قبل ما الاغبياء دول يخطفوني. حسني كان فرحان جدا بكلامها، ومن كتر الفرحه كان متلجم ومش عارف يعمل ايه، بس هي ابتسمت وقالت له انت هتفضل تبصلي كده من بعيد لبعيد؟ هات حضن يا راجل، احنا برضو قرايب. حسني ضحك بعلو صوته. واخده نفس شقوة امك الله يرحمها. انا مش مصدق اني شفتك بعد العمر ده كله يا بنتي يا مقروضه انتي. احلام وهي بتغمز له. بذمتك انا منكوشه زي ما الطور ده ما قال ولا قمر؟ حسني اخدها في حضنه بفرحه. واحلى من القمر كمان. وحسني اتكلم مع رأفت بنفسه وطمنه على بنته انها جت تزورهم، والغريبه ان رأفت رحب جدا ووافق انها تقعد عندهم كام يوم. بالليل على السحور احلام اللي كانت بتجهز الاكل لنفسها ومصطفى بيساعدها. مصطفى باستغراب بجد انا عايزه افهم انت ازاي عايشه بره مصر؟ ده انت اجدع من اجدع طباخه مصريه. علشان انا كل اصحابي هناك كانوا مصريين وابويا كمان، وامي عمرها ما اتكلمت معايا انجلش في البيت، يعني بالبلدي كده بنت بلد وعجيبه. حسني بفرحه وهو بياخد منها الاطباق وبيقول انا عمري ما دخلت المطبخ، بس عشان خاطر عيونك الحلوه دي انا اعمل اي حاجه.
أحلام فرحت أوي باحتواء خالها ليها، وقد إيه كان نفسها تعيش في الجو ده، وجهزوا كلهم عشان يقعدوا ياكلوا مع بعض. بس فجأة باب الفيلا اتفتح ودخل عاصم وآسر. وأول ما أحلام بصت على عاصم ابتسم بإعجاب جدا، كانت مشدودة جدا ليه. آسر وبينفخ: الحق البت البومة اهي قاعدة لسه ما راحتش عند أبوها. عاصم وعينه ما نزلتش من عليها: اتجاهلها واعمل نفسك مش شايفها. وقربوا قعدوا على السفرة: ايه يا حاجة هتتسحر من غيرنا؟ هو مش الفطار كان في مصر حاجة تانية برضو؟ عاصم بتريقة: لا ازاي؟ مش خلصت مصلحته من عندنا؟ جرى إيه انت وهو؟ هتقسموا وتردوا على بعض؟ يلا، عايز كل واحد فيك يعتذر لبنت عمتكم على الطريقة الزفت اللي انتم جبتوها بيها هنا. نعم يابا، اعتذر لمين؟ دي شتماني وعضاني، ما تتكلم يا عم عاصم. عاصم كان باصص لأحلام في عينيها: بص، احنا كنا جايين نتكلم معاكي، بس انت بجد ايديكي ولسانك اطول من بعض. أحلام اتكلمت بصوت هادي جدا على عكس طبيعتها وقالت: يرضيك يعني يا باشمهندس تخوفوني؟ انا بنت رقيقة جدا على فكرة، وانتوا فضلتوا تجروا ورايا بالعربية، اكيد خفت قوي كمان. أسر بصدمة وبصص لها بصدمة: نعم، من دي معلش. وحسني كمان كان مظلوم من طريقتها، بس ما اتكلمش. عاصم اللي ابتسم ابتسامة خطفت قلبها وقال: يعني احنا خوفناكي؟ لا ما يصحش طبعا، انا اسف قوي يا احلام، حقك عليا. احلام اتنهدت بفرحة: ما اقدرش ازعل منك والله، انت بالذات. عاصم بص لآسر عشان يعتذر هو كمان ونفخ: وانا كمان اسف يا احلام، حقك عليا. احلام بصت له بقرف: انت بقى مش عايز اسمع صوتك خالص، واعتذارك مش مقبول. آسر بغيظ: الله، اشمعنى انا يعني؟ صدقني انا غلطان، خساره فيك الاعتذار يا بت انتي. بس خلاص خلصنا، واعملوا حسابكم ان احنا اخر اسبوع هنروح العزبه في الفيوم، جدتك نفسها تشوفك جدا يا احلام. احلام بابتسامه سامجه وهي باصه لآسر: هروح واقضي رمضان كله معاكم. طب والله ما انا واكل، ده انت مستفزه يا بت. وسابهم وقام. احسن برضه، المهم اللي ما يعطش في الصيام. وقعدوا كلهم ياكلوا، وعاصم خلى الشغاله تطلع اكل لاخوه. وعدى تقريبا اسبوع، كانت احلام عايشه معاهم في نفس البيت، وكل يوم بتعجب بعاصم اكتر وهو ما كانش مهتم. وفي يوم بالليل دخلت اوضته معاه كوبايه القهوه بتاعته، وبتقول بهزار: ينفع ادخل ولا ممنوع؟ عاصم كان بيلبس بدله: هو انت دخلت اصلا؟ تعالي يا احلام، جايبالك القهوه بتاعتك. هو انت لابس رايح فين كده بالليل بالبدله؟ عاصم وبيغمز لها: يا خرابي على الفضول، عندي عشاء اعمل، وانت ايه بقى الاهتمام ده والقهوه والحركات؟ الله، لو ما اهتمتش بابن خالي ههتم بمين؟ قول لي انت. وفجاه قربت منه: على فكره، مش لايقه عليك الجرافطه دي، ممكن انقلك واحده على ذوقي؟ عاصم اتحرج من قربها: وبعدها لك يا احلام، ناوية على ايه؟ احنا في رمضان ها؟ احلام وهي بتضحك: وانا بقولك هتحضن مالك؟ وطلعت له واحده تانية: دي هتبقى احلى عليك. عاصم خلص لبسه وشرب بق من القهوه وقال: انا لازم انزل بقى علشان ما اتاخرش، عايزه انا اجيب لك حاجه وانا جاي. احلام مسكت ايده بفرحه: عايزه اجي معاك ممكن؟ عاصم وبيسحب ايده: اكيد مش ممكن، ده شغل، بس ممكن اخرجك قبل ما اروح العزبه بيوم، ايه رايك؟ احلام بحماس: موافقه طبعا، ها هتخرجني فين؟ عاصم بخبث: شوفي آسر ومصطفى هيروحوا فين وقولي لي، يلا باي. وسابها ونزل. احلام قالت بغيظ: مصطفى وآسر؟ ده انت في ابتدائي قوي. نزلت وراه بسرعه الجنينه. في الجنينه: استنى يا عم الكاريزما، انت سايبني وماشي كده؟ عاصم وقف وهو بيضحك: لا يا مجنونه، هتاخرينا على الشغل. طب سؤال واحد بس، تفتكر لو انا معجبه بحد صامت حرفيا وضع سايلنت ممكن نقول شبه كده، اعمل معاه ايه؟ عاصم وبيبص لها بخبث: هو لو شبه هيبقى الموضوع مستحيل، عشان شخصيتي ما تنفعكش خالص يا احلام، وكمان لو هو شبهي مش هيبقى بيفكر في الجواز زيي. احلام بغيظ: عادي، اغلب ابطال السينما مش بيفكروا في الجواز. هل ده معناه ان انا المفروض استسلم؟ مش منطق يا عصومه. عاصم ابتسم على تلقائيتها: انت عارفه يا بنتي اللي مصبرنا عليكي، برغم انك عملتي له صداع وخنقاني في عيشتي. احلام حركت ايدها في شعرها وبصت له برقه قوي. عاصم بتريقه: لا، مش اللي في دماغك مش معجب بيكي ومش مبهور بجمالك فاكس الجو ده. احلام كشرت: ده ايه الدبش والطوب اللي بترميه عليا ده؟ اسره، قول لي ايه مصبرك؟ عاصم ضحك: ان دمك خفيف، اقسم بالله غير كده كنت دفنتك مكانك، عشان انا بجد مش مستحمل الصداع. الحاجه الوحيده اللي من غير واسطه هي محبه الناس يا اسطى. وشخبط على الكلام. عاصم ابتسم: ودي يا زميلي، وسابه وخرج من الفيلا يروح شغله. احلام اتنهدت بفرحه: امتى تحني يا كتكوت؟ ولا عايزني اقلب لك حتشبسوت؟ آسر وهو بيضحك: ما انت لو بطلت ترمي نفسك على الواد هيبصلك ومش هتقلبي حتشبسوت يا هبله. وسابها وراح مع عاصم. في العربيه: هتفضل عامل دور عبيط كتير على فكره، وعافيك بس. عاصم وهو بيسوق ابتسم وقال له: دمها خفيف قوي عجباني، بس انت عارفني، عارف مش عايز تتجوز، بس على فكره هي تستاهل. اي نعم، بنت 60 في 70 بس لذيذه. عاصم اتنهد وسكت، وبعدها راحوا يشوفوا شغلهم. وعدت الايام وراحوا العزبه. في العزبه الصبح
روحية كانت قاعدة على كرسي متحرك باين عليها الكبر، ما في أواخر السبعينات. أحلام جرت عليها حضنتها وقالت: على فكرة بقى، شكلك متغيرش خالص يا مندوبة القلوب. كل اللي كانوا واقفين ضحكوا، خصوصا روحية اللي أخدتها في حضنها. يخيبك بت، ايه الحلاوة دي؟ قمر شبه أمك نسخة. شوف الكذب بقى، دي أنا عمتي كانت قمر، دي منكوشة يا تيتا. عاصم ضحك على أخوه. بصراحة عمتي كانت قمر فعلا، الله يرحمها، انت مش شبهها خالص. أحلام زعلت قوي من كلمة عاصم، واتضايقت إن هو شايفها مش حلوة، وده بان على ملامحها. روحية أخدتها في حضنها وقالت: أبدا، ده هي أحلى من أمها كمان، جمال المصري اللي مفيش زيه. وأخدتهم وراحوا يقعدوا كلهم في الفرندا مستنيين ميعاد الفطار. بس أحلام وقفت لوحدها وسط الزرع وهي زعلانة قوي. مصطفى قرب ناحيتها وخبطها في كتفها وقال: في مالك؟ على فكرة هو كان بيهزر. أيوة، بس ده أول حاجة لقبوله أخوك قفلها لي، وأنا اللي كنت معجبة بيه طلعت عبيطة. مصطفى وبيشاور لها: طب بس اسكتي عشان هو جاي أهو. عاصم قرب ناحيته: مالكم واقفين هنا ليه؟ مصطفى بهزار: عادي يعني، مستنيين الفطار، انا رايحه اشوف آسر صحيح. وسابهم ومشي. وعاصم كان حاسس انها متغيره معاه فابتسم: غريب يعني الهدوء اللي انا شايفه ده. احلام بصت لعاصم بجديه: هو انت شايفني مش حلوه بجد؟ مش قمر زي ماما؟ عاصم زعل قوي على زعلها: لا بصراحه مش شايفك قمر زي مامتك. احلام وطت راسها بحزن حقيقي، بس عاصم رفع راسها وقال باعجاب: انتوا قمرين يا احلام، بجد انت حلوه قوي، عمر ما ركزت في جمال بنت، بس انت خطفتيني. احلام ابتسمت قوي وخبطته في كتفه: يا رخم بجد زعلت منك. ومسكت ايده وقالت له: عقابا ليك بقى هتساعدني في الزينه كلها، يلا. وفعلا احلام جمعت كل الموجودين عشان يعلقوا الزينه في العزبه قبل الفطار، ويعملوا جو مختلف عن كل سنه. احلام وهي واقفه على السلم وبتعلق في الحاجه وبتقول: ناولني يا استاذ آسر اللي في ايدك، ولا ايدك اتقطعت؟ اللهم اني صايم، ما تخلينيش افطر عليك يا احلام، اتقي الله. عاصم وبيضحك عليهم: خلاص كفايه، انا هناولها. وما يناولنيش هو ليه؟ ايده اتقطعت؟ فهمني، وبعدين حاجه ممكن تيجي فيك. عاصم ابعد انت. آسر بعصبيه وبيخبط السلم برجله: بقى تيجي فيها وحرام، لكن انا عادي، ما انا من البطه السودا. احلام بتمسك في السلم خايفه تقع: يا كلب عايز توقعني؟ عايز تخلص مني وتاخد الورث كله لوحدك؟ يا شيخه هتنيلها عليك وعلى خدتك، جدتك ما تملكش حاجه غير الديك اللي بتطبخه جوه، على الاقل الديك ليه لازمه، بيقاكي مش شبهك. عاصم ضحك جدا: هو الديك فعلا بيقاكي، برافو يا احلام، يلا انزلي وانا هكمل باقي الزينه. وفعلا احلام اول ما رأفت دخل من الباب: بابا، ابو احلام. نزلت بسرعه من على السلم ورميته على آسر. آسر بغل: اه يا بنتي. احلام وهي بتبوس ابوها: وحشتني قوي يا روفا. وانت كمان يا قلب روفا. وبص على عاصم وآسر وسلم عليهم: ازيكم عاملين ايه؟ انا كان نفسي اتعرف عليكم والله من زمان، احنا اكتر والله. ثانيه واحده، انا دي بابا وجدتي، نفسهم يشوفوك جدا على فكره. ومفيش ثواني وخرج حسني وحضر رأفت بوحشه. اي نعم علاقه بينهم ما كانتش احسن حاجه، بس وجود احلام هو اللي حسن كل حاجه. وروحيه رحبت بيه جدا، وقعدوا كلهم يفطروا سوا، وصمموا كمان ان هو يقضي معاهم رمضان بالليل قبل السحور. كانوا قاعدين كلهم في العزبه بيتفرجوا على مسلسل سوا. احلام بسطواتي: يا خراشة على حلاوتهم، بص يا عاصم بيضحي عشانها ازاي، وانت مش بتقولي حتى صباح الخير. عاصم ابتسم وقال: انا مش بحب المسلسلات الرومانسيه والملزقه دي، وخصوصا الواد ابو شعر اصفر ده، حولوا القناه. آسر وبياكل لب: ايوه صح، ما تجيبوا العوض يا جدعان، ده مطرشه من الدنيا. وكان لسه آسر هيسحب الريموت، بس احلام خبطته على ايده وقالت: والله اللي هيمد ايده على الريموت هزعله. رأفت باحراج: احلام عيب كده، ما يصحش، دول اخواتك الكبار. حسني وهو بيضحك: لا ما تتدخلش بينهم، هتقولك انت راجل مسن ومالكش فيها. رأفت وهو بيضحك: ايه ده، هي لحقت تقولها لك انت كمان؟ دي خانقاني بيها. روحيه وهي بتضحك: والله احلام دي اللي رجعت لي الضحك، يا رب افرح بيها. في الجنب التاني كانوا التلاتة قاعدين بيتخانقوا مع بعض، وآسر بيحاول يشد الريموت من احلام، بس هي مثبته فيه. عاصم بابتسامه خبيثه بيشدها من ايديها: هي بلطجه يعني ولا ايه؟ مش بنتفرج معاكي؟ احلام بابتسامه: يا عصومه انت تعمل اللي عايزه، خد الريموت وصاحب الريموت كمان، ولا تزعل نفسك، بس انا كنت حابه عشان هي اسمها على اسمي احلام. آسر وبيضحك: يخرب بيت مبادئك يا شيخه. عاصم قلبه كان بيتحرك من كل كلمه منها، وساب المسلسل اللي حباه وقال: خلاص نتفرج على احلام يا ستي. احلام كانت قاعده بصله بحب: يا سلام لو كان اسمك هيما. وفجاه بدات تغني وهي بصله: ما تيجي نقسم الهم على اتنين، شايل وغير بيها على فين، بدل الحوسه تبقى حوستين، واخد بالك يا اللي في بالي. عاصم غصب عنه ضحك على طريق كلامها. احلام بفرحه: طب والله الضحكه دي احسن من التكشيره. ايه يا عم، كنت خايف تضحك وشك يشقق؟ آسر بص لمصطفى وقال له: احلى حاجه بنت عمتك انها بتعرف تلمح حلو، ما حدش خد باله خالص هي تقصد مين. مصطفى وهو بيغمز له: خلينا احنا في حالنا، دول مسليين اكتر من المسلسل نفسه. وعدى اليوم، وكانوا تقريبا كل يوم في نفس الهزار ده، وعاصم كل يوم بيتعلق بيها اكتر، لدرجه ان هو بقى بيصحى من النوم بيدور عليها عشان يناقش فيها ويسمع صوتها بس.
بعد ما عدى حوالي 3 أسابيع في رمضان وفي أجواء العائلية، كان واقف عاصم في الفرندا بيشرب سجاير، وقربت ناحيته نعمة، ودي كانت بنوتة زي القمر وشكلها رايق جدا. بتقدم كوباية الشاي وبتقول: اتفضل يا باشمهندس بالهنا والشفا. عاصم مبتسم: تسلم ايدك يا نعمة، ربنا يخليكي. في الوقت دوت كانت واقفة أحلام من بعيد هي ومصطفى وبيراقبوهم، وبتقول بغيظ: شفت أخوك بيضحك في وشها ازاي؟ يا جدع ده حتى مش بيبتسم في وشي، ده حتى صادقة يا درش. يا عبيطة، طالما مش بيضحك في وشك يبقى بيحبك اخويا وانا عارفه. احلام بصت له بغيظ: انت بتاكل بعقل مهلبيه؟ يلا اقف اتصنت وانت ساكت. عاصم كان واقف مع نعمه ولمحهم واقفين من بعيد وبيبتسم جدا عشان يغيظ احلام اكتر. وليه بقى يا نعمه، عامله ايه في المذاكره؟ انت دخلت جامعه ولا لا صحيح؟ نعمه بفرحه اتنهدت انه بيتكلم معاها: ايوه دخلت، انا في صيدله دلوقتي. عاصم ابتسم وقال لها: طب والله العظيم جدعه. بقول لك ايه، لو عايزه اي حاجه كلميني، انت معزتك غاليه عندي. نعمه بفرحه: ان شاء الله يخليك يا رب. احلام بغل وهي بتخبط مصطفى في كتفه: مكانتها غاليه، اخوك اصلا بيكرهكم انتوا شخصيا، بيقولها ليكي مكانه احب جد. مصطفى وهو بيضحك: اهدي بس وطي صوتك هيقفشنا. وبعدين هو انت عمره قالك الكلام ده؟ لا طبعا، بقولك والله عمره ما تف في وشي. مصطفى بيحاول يمسك ضحكته: يبقى بيحبك وهيتجوزك، اسمعي مني، هو دايما السيناريو بيتقفل كده، ما تبقيش غشيمه. احلام قلعت الجزمه من رجليها: اسمع انت مني، لو ما فصلتش هنزله على نافوخك اللي مش بيفكر ده. وفجاه احلام برقت: يا نهار مش فايت بص. اول ما بص مصطفى شاف نعمه قريبه من عاصم بتوري له حاجه على الموبايل. لا مش بس كده، دي كمان مدت ايديها وبتنفض له هدومه اللي اتطربت. وهنا بقى احلام خرجت عن شعورها وقالت: لو سمعت اي استغاثه اوعى تتدخل. لا طبعا، هو انا عبيط؟ اقتحمي يا نجمه. واستنت احلام عاصم لما يدخل جوه، وجريت على نعمه وجابتها من شعرها ونطت فوقيها وهي بتقول: بقى انت يا بت تلمسي حاجه تخصني؟ بتقربي من عاصم؟ هو انت مش عارفه ان انا عامله عليه حظر تجوال؟ ابن خالي يخصني انا. وفجاه خرج على صوتها حسني وآسر وعاصم ورأف. عاصم وبشيرة من فوق البنت: يخرب عقلك، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انت بلطجيه؟ احلام بغيظ: ها يا اخويا مسجله خطر كمان، وطالما قربت منك تبقى تستحمل بقى. رأفت بحده: احلام، ايه اللي بتعمليه ده؟ هي وصلت معاك كده؟ روحي يا احلام لم هدومك عشان هنمشي من هنا. حسني مسك ايد رأفت: ايه ده بس، ما حصلش حاجه لكل ده. عاصم زعل ان رأفت زعق لها، بس حاول ما يبينش ومسك ايديها وقال: تعالي معايا يا احلام. وبص لآسر عشان هو يتصرف مع نعمه. بعيد عنهم عاصم بحده: ينفع اللي انت عملتيه ده؟ بتمدي ايدك على بنت غلبانه؟ احلام بغيرها وبتخبطه في كتفه: وينفع اللي انت بتعمله فيا ده؟ تضحك معاها يا عاصم وخالتها تلمسك للدرجه دي؟ انت مش شايفني؟ خلاص يا ابن خالي، انا هرجع انجلترا ومش هرخم عليك تاني ابدا. ولسه هتتحرك وهي دموعها على خدها، بس لقيته شدها بحب من وسطها: ازاي يعني مش شايفك يا بت؟ ده انا مش بشوف غيرك اصلا، وما اقدرش اشوف دموعك انت بالذات يا احلام، عشان خاطر ما تعيطيش تاني. احلام بتمسح دموعها بفرحه: ما تكمل الجمله ينوبك ثواب، ها؟ يلا انا معاك، هاي هشجعك. عاصم ضحك ومسح دموعها: لا هي كده حلوه لحد دلوقتي. احلام كشرت قوي: والله هرجع اعيط تاني. عاصم ضحك قوي حضنها بحب: انا بعشقك يا احلامي، والله بموت فيك وفي جنانك ده، وعايزك تبقي مراتي، وعشان خاطرك يا احلام انا هغير الكلام وهتجوز. احلام وهي بتزغرط: قلب امك انت يا عصمتي. عاصم شالها ولف بيها ورجعوا تاني العزبه وتقدم لها، ورأفت فرح جدا ووافق على جوازهم. آسر هو بيحضن اخوه: مبروك يا قلب اخوك، والله يكون في عونك يا حبيبي، بجد اخدت بلوى. عاصم هو بيضحك: وطي صوتك احسن تسمعك، ودي انا لحد دلوقتي مش بعرف اسيطر عليها. مصطفى هو بيزق آسر وبيحضن اخوه: ما تسمعش كلامه، ودي عسل وبتحبك قوي يا دي عاصم، يا بختك. عاصم بتنهيده: وانا كمان بحبها قوي. وفجاه لقاها بتنط على كتفه وبتقول: وربنا وانا بعشق امك، وافق بقى والنبي نعمل انا وانت فيديو احلام وهيمه، ده هيجيب فيديوهات نار. عاصم وآسر ومصطفى قعدوا يضحكوا عليها، وقرروا ان هما يعملوا الخطوبه بعد رمضان. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكايه جديده. وما تنسوش اللايك للقصه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبدا حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصه دي بقلم الكاتبه المبدعه هويدا زغلول. وفي يوم فاطمه بنت العمده كانت واقفه قدام البيت بتاعهم وماسكه في ايديها كوبايه شاي، وعدى من قدامها ابن عمها مصطفى، واول لما شافها قال: يا صباح السكر والسعاده، اول مره يكون صباح حلو كده عشان شفتك يا بنت عمي. فاطمه بصت له من فوق لتحت: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، انا مش عارفه بس هو انت مستحمل كل يوم ان انا بهدل فيك ليه يا ابن الناس؟ ما قلت لك ريح نفسك، انا مش هتجوزك يا مصطفى. ليه بس كده يا فاطمه؟ انت عارفه انا بحبك
وبعدين خد اللي بيحبك وما تاخديش اللي انت تحبيه. هو في ايه؟ وانت هتقولي امثال على الصبح يا عم؟ روح يلا الله يسهل لك. هو ايه اللي انت بتقوليه ده يا فاطمه؟ وانا بشحت منك ولا ايه؟ ده انا بقولك بحبك وعايزه اتجوزك، وبعدين بنات البلد كلها تتجنن عليا. معقول انت ما بتحبنيش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زعلتني على بنات البلد يا مصطفى، شكلهم كده عايزين يكشفوا نظر. قال هيتجننوا عليك. قايل اقول لك على حاجه، سبحان الله، مش امك دي مرات عمي واختك دي بنت عمي؟ ولا بطيقهم ولا بحب اشوفهم. انا داخله يا عم عشان مش طايقاك انت كمان. وبعدها فاطمه دخلت البيت ورزعت الباب في وش مصطفى، ومصطفى حط ايده على راسه. ايه الكسفه اللي انت فيها دي يا مصطفى؟ هعمل ايه؟ بحبك برضه هتجوزك وهتشوفي يا فاطمه. وبعدها مصطفى راح الشغل بتاعه اللي هو في الارض الزراعيه عشان يزرع. اما فاطمه قعدت في الصاله ولقيت ابوها خارج من الاوضه ورايح علشان يطمن على الارض. قربت منه. يا صباح الفل على اعز الناس، قولي يا بابا رايح فين وانت حلو وامور كده؟ شكلك كده رايح تتجوز. يعني امك يا سعديه هتجوز عليك يا سعديه؟ بس يا فاطمه ما تهزريش، امك سعديه في المطبخ ودي ما بتعرفش الهزار، دي ممكن تخلص عليا فيها. وفي الوقت ده سعديه خرجت من المطبخ ومعاها الشوكه بصه لابراهيم من فوق لتحت وقالت انا سامعه كل حاجه صحيحه على راي بنتك، انت رايح فين وانت شيك وحلو كده؟ بقول لك ايه، العبايه دي مش هتلبسها، البس العبايه التانيه المقطعه. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سعديه ما يصحش كده. معقول عايزاني البس العبايه المقطعه؟ ده انا العمده، انا رايح اطمن على الارض واشوف الفلاحين عملوا فيها ايه. قلت لك لا يعني لا يا ابراهيم، مش هتخرج بالعبايه الحلوه دي. يا سلام يا اخويا، عايز الناس تعكسك ولا ايه؟ ابراهيم بص لسعديه وضحك. يا حبيبه قلبي، انت لحد دلوقتي بتغيري عليا؟ ياه. لا لا يا بابا ما اسمحلكش تقول كده. قصدك ايه؟ ان ماما يعني شعرها ابيض وكبرت في السن وبقت عجوزه واسنانها مخلعه؟ المشكله يعني لما تغير عليك وهي في السن ده؟ في الوقت ده سعديه صدقت كلام فاطمه وقربت من ابراهيم وقالت بعصبيه يا نهار مش معدي، صاحب بنتك عندها حق. ايه المشكله يعني لما غير عليك؟ قصدك ان انا كبرت؟ طب ما انتش خارج بقى يا ابراهيم. ابراهيم بص لفاطمه وقال لها اقول عليك يا بعيده، انت يا بنت انت اسمك شراره، خساره فيكي اسم فاطمه، امشي من وشي. وبعدها فاطمه حطت ايدها على بقها وهي خلاص بقى يا كبير البلد، صالح مراتك عشان ما تنكدش عليك حياتك، وانا اروح اشوف الارض الفلاحين وصل فيها لحد فين. السلام عليكم. وبعدها فاطمه خرجت من البيت وابراهيم بص لسعديه يا حبيبه قلبي انت ما تزعليش، تعرف ان انا بحمد ربنا ان ربنا رزقني بفاطمه فعلا بنت من راجل صحيح. في الوقت ده سعديه ضحكت، لكن فاطمه دخلت فتح الباب تاني وقالت الحقيقه يا ست الكل، ده عايز يقولك ان انت ما كنتش عارفه تجيبي له الواد. لا اله الا الله، وانت صعبانه عليا، الراجل ده ظلمك. السلام عليكم بقى، ربنا يقدرنا على فعل الخير. وبعدها فاطمه مشيت وسعديه فضلت تصوت في وش ابراهيم. لا لا، على رأي بنتك كده كتير، كده اوفر. هو في يا ابراهيم مالك، وانا ما بقتش عاجبك ولا ايه الكلام ده؟ ده انت تعجب العمده اللي هو انا، ده هو في زيك يا سعديه. بقول لك ايه، بدل النهارده انا مش رايح الارض، اعملي بقى الاكله اللي انا بحبها، نفسي في الكرشه والممبار قوي. سعديه ضحكت بس كده من عيون الاتنين يا حبيبي. اما في المطار كان واقف كريم مستني صاحبه مروان اللي عايش في امريكا ولسه راجع من السفر، واول ما قابله سلم عليه. الحمد لله على سلامتك يا مروان. كده برضه يا صاحبي، ده انت سافرت وقلت عدولي، هما دول كل سنتين وهاجي؟ حقك عليا يا كريم، والله السنين بتفوت بسرعه، انت وحشنا قوي. الحمد لله، لسه طريقه كلامك زي ما هي مصريه، بس في حاجه انا عايز اعرفها، انت شكلك عامل كده ليه؟ انت شكلك امريكاني بالظبط، يعني مفيش كلام. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ وانا عشان لبست يعني تيشيرت حلو ولا بنطلون على الموضه ولبست نضاره الشمس ابقى امريكاني؟ انا لسه زي ما انا مروان. يعني انت عايز تفهمني ان انت تدخل البلد بتاعتنا بالطريقه دي؟ استر يا رب، تعبت ولا ايه؟ طب يبقى حد يكلمني كده، ده انا مروان ابن الحاج فهيم. ولا نسيت يا كريم؟ لا طبعا ما نسيتش، اهلا وسهلا بيك في بلدك يا مروان. يلا بينا نركب العربيه، والمره تعرفني انت اشمعنى جيت دلوقتي يعني من السفر. وفي الوقت ده كريم ومروان ركبوا العربيه وهما ماشيين في الطريق رايحين للبلد. قولي بقى، ناوي تعمل ايه هنا في مصر؟ كل الحكايه ان بابا الله يرحمه كان سايب لي ارض وعمي كان واخدها، وانا كنت مكبر دماغي. لما عرفت ان عم الله يرحمه راح كده الارض بقت بتاعتنا، قلت هاجي بقى واستقر واعمل عليها مشروع حلو قوي. الله الله، يعني بقيت صاحب املاك؟ ايوه يا عم. قولي بقى مشروع ايه اللي هتعمله؟ مفيش يا سيدي، عايز اعمل كافيه شوب هيبقى جميل جدا. اصل البلد ما فيهاش كافيه صح؟ ايوه صح، البلد ما فيهاش غير قهوه. عم فوزي والقهوه دي قديمه جدا وكل الشباب بيروحوا يقعدوا في الكافيه البعيد ده. تصدق مشروع هيكسر الدنيا ويكسب كمان. ايوه طبعا يا ابني، وانت فاكرني بهزر ولا ايه؟ يعني في مخي وشغال، وكمان بيفكر قدامنا قد ايه لحد ما يوصل البلد. كلها ساعه اكيد طبعا البلد وحشتك قوي يا كريم. بيتهيألي لما شفت بيت بابا هزعل قوي على فراقه وافتكر كل الذكريات الجميله. وبعدها مروان وكريم فضلوا يتكلموا على الذكريات الجميله وهم رايحين لمشوارهم للبلد.
اما في الارض الزراعيه بتاعت ابراهيم كانت واقفه فاطمه للفلاحين ورفع حاجبها وعماله تزعق وتقول: ها وبعدين؟ هو يعني عشان بابا ما جاش مفكرين ان انا هسكت واخاف واكش من ده الوش؟ يلا يا راجل انت وهو خلصوا كل اللي وراكم. قرب منها محمود شاب من سنها: يا نسا فاطمه، وجودك هنا ما ينفعش، الارض كلها فلاحين، انت ممكن تروحي البيت، وانا بعد كل الفلاحين ما تخلص هاجي لحد ابراهيم باشا واعرفه كل حاجه. فاطمه زقت محمود وقعته على الارض. مالك يا حالتها بتتكلم معايا كده ليه؟ علي صوتك شويه بلاش توطيه، الفلاحين يقولوا ايه؟ بحبك مثلا؟ وبعدين انا بنت متراجل. يلا يا حبيبي خلص كل اللي وراك وانا قاعده هنا مستنيه لما تخلصوا. هو انتم مفكرينه مولد صاحب غايب ولا ايه؟ محمود امن على الارض وبص لها: الكسفه اللي انا فيها دي معقوله بنت توقعني على الارض؟ عارفه لو كنت راجل انا كنت عرفت اخد حق منك، لكن انت للاسف بنت. وقالنا اخرك يا عينيا، هتعرف تعمل ايه؟ لا ابدا، هروح اكمل شغل. هو لو عمر بعزاه ولا ايه؟ الله يرحم سيد صاحبنا لما عكسك وفتحت له دماغه. السلام عليكم. وبعدها محمود وكل الفلاحين خلصوا شغل في الارض، وكانت فاطمه واقفه عماله تراقبهم عشان تهتم بارض ابوها. وفي الوقت ده قربت منها سعاد اخت مصطفى بنت عمها: صباح الخير يا فاطمه. فاطمه ما ردتش عليها. سعاد قربت منها وبصت في وشها: في ايه يا فاطمه؟ بصبح عليكي، مالك ما بتردش عليا ليه؟ ده احنا ولاد عم. فاطمه بصت لها وضحكت: يا جهله احنا بنات عم يعني؟ كمان حوله؟ قال ولاد عم. قال عايزه ايه يا سعاد؟ ان انت لما بتيجي وراكي كل المصايب خير يا رب. كده برضو يا فاطمه؟ اقصى عليكي، ده انا بحبك بصراحه كده مصطفى. فاطمه قطعت كلامها وقالت: ايوه تعالي دغري في الكلام يا حبيبتي، مصطفى بعتك عشان تقنعني اني اوافق عليه. ابدا، ومش هيخسر ولا يكون بقى على اخر الزمن يا باشا. سعاد الكارتة السودا تكون اخت جوزي وعمتي، ابدا ابدا. سعاد بعصبيه: لا بقى، ده انت كده زودتها قوي يا فاطمه، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا غلطانه اصلا انا كلمتك واروح اقول لمصطفى ينساكي. وبعدها سعاد مشيت وهي زعلانه وفاطمه فضلت تضحك. وفي الوقت ده فاطمه طلعت على الطريق عشان تروح تتمشى شويه لحد ما الفلاحين يخلصوا. وهي ماشيه كان كريم ومروان عمالين يزمروا عشان توسع عشان يعرفوا يمشوا. وهي بصت قدامها وقفت قدام العربيه: ايه يا حبيبي انت وهو؟ هي الدنيا هتطير ولا هتطير؟ وبعدين يا واد انت وهو ما تعرفوش انا مين؟ انا فاطمه بنت العمده. وفي الوقت ده كان مروان قاعد في العربيه متعصب جدا وبص لكريم: هي بتتكلم كده ليه يعني؟ ايه يعني بنت العمده؟ انا لازم انزلها واعرفها اسلوبها ده غلط. ابص ايدك يا مروان، ولو امي التعبانه مالك دعوه بفاطمه، دي محدش بيعرف يقف قصادها، لسان عامل زي السيف. لا يا حبيبي، على نفسها مش عليا وسع كده. وبعدها مروان نزل من العربيه وقرب لفاطمه وقال بعصبيه: هو في ايه؟ محدش مال عينك ولا ايه؟ احنا عاملين نزمر واقفه ليه قدام العربيه؟ عايزه تودي نفسك في داهيه؟ انت بتتكلم كده ليه يا جدع انت؟ وبعدين انت غريب، انت مش من هنا، شكلك كده مش من مصر، بس لهجتك مصريه. مالك زعلان ليه؟ انا حره اقف مكان اللي انا فيه. عايز ايه؟ انا بنت العمده يا عينيا. يعني ايه بنت العمده؟ يعني خلاص تزعلنا وتغلطي فينا ونقول حاضر ونعم؟ طبعا لا، انا لا اقف لك، احب اعرفك بنفسي. انا مروان من الحاج فهيم، كنت مسافر امريكا ولسه جاي هنا البلد، واسلوبك ده مش هيمشي عليا. لا لا، بقول لك ايه، ما يغرقش التوكه اللي انا حطاها في شعري دي، لحسن تفتكرني مثلا كيوت وهاديه، لحسن تفتكرني مثلا كيوت وهاديه. ده انا ممكن افرج عليك الناس كلها واقول ان انت بتتحمرش بيا. صدقني انت قلت الذوق، وهو مره اشوف واحده وحشه قوي كده. في الوقت ده فاطمه اتعصبت جدا ولسه هترفع ايديها عشان تضرب مروان، لكن مروان مسك ايديها ولوى ايديها ورا ظهرها وقلب عصبيه: شكلك كده مجنونه او ما تربيتيش وعايزه اللي يكمل تربيتي. انت عارفه لو فكرت بترفع ايدك تاني انا هعمل فيك ايه؟ انا اكسرها لك. في الوقت ده فاطمه سكتت لحظات، ولأول مره شاب يقف قصادها ويزعق لها، وقلبها فضل يدق جامد. وقالت له: طب وسع ايدي كده عشان بجد ايدي وجعتني. لا خليكي شويه عشان تتعلمي الادب، وهو يمكن لما ايدك توجعك ما تعمليش كده تاني. وفي الوقت ده فاطمه ومروان كانوا باصين لعيون بعض، ومروان قال لها: طب خلاص هي عينك دمعك كده ليه؟ ما تعيطيش. شفتي بقى ان انت في الاخر طلعتي عيله صغيره؟ انا هسيب ايدك لكن عايز منك احترام وادب، سامع ولا لا؟ في الوقت ده مروان ساب ايديها وفاطمه بعدت عنه وكانت متعصبه جدا: ده انت ليلتك صدى النهارده؟ هل ايه جاي البلد عندنا وبيضربني؟ اما وريتك ما بقاش انا فاطمه بنت العمده. مروان باستغراب: ايه ده؟ طلع لك صوت يعني؟ ده انا كنت من شويه صوتك مش موجود اصلا. فاطمه بعدت عنه وبصت على الارض وجمعت الطوب وفضلت تحدف عليه الطوب وقالت: ده انا يا واد توقفني قدامك وكمان تلوي دراعي وتقول لي عايز ادب واحترام؟ انا بقى اوريك الادب والاحترام بتوع فاطمه عاملين ازاي. وفي الوقت ده في طوبه جت في راس مروان، وكريم نزل بسرعه من العربيه لانه كان خايف جدا من فاطمه
وقرب من كريم وحط ايده على النزيف اللي عملته الطوبه. متاسفين يا صلاح، قصدي لا مؤاخذه يا نسا فاطمه، خلاص بقى ما تحدفيش طوب تاني، وحقك عليا انا. فاطمه رفعت حاجبها وبصت لهم. صح الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء، وبقول لكم ايه يا واد انت وهو، انا عارفاك انت من البلد، تاني مره ابقى اعرف صاحبك يتكلم معايا بكل احترام. وبعدها فاطمه سابته ومشيت، ومروان ما قدرش يرد عليها لان كانت راسه وجعاه جدا. وكريم قال طب بس حقك عليا ما تزعلش، تعالى بس روح للصيدليه، في دكتور كويس قوي يعالج لك الجرح ده. انا مش هسيبها يا كريم، انا مش هسكت، انت لازم توديه لحد بيت ابوها، انت سامع ولا لا؟ قال ايه بنت العمده تعمل اللي هي عايزاه، ده على نفسها مش عليا. معلش ما تزعلش قوي يا صاحبي، اوعى تزعل مني ان انا كنت قاعد في العربيه وما نزلتش وقفت معاك وانت بتتخانق مع فاطمه. بصراحه كده خفت اعمل فيها عنتر فجله، اصل هي بصراحه قويه ومفتريه وما حدش بيقدر عليها. لا بقول لك ايه، الكلام ده عليكم انتوا مش عليا انا لازم اخد حقي منها. وبعدها مروان وكريم راحوا الصيدليه، وهناك الدكتور عقم الجرح وحط له لزقه. وكان مروان قاعد على الكرسي ودخل مصطفى وقال لو سمحت يا دكتور عايز دواء للصداع، دماغي مصدعه قوي. وبعدها مصطفى بص على كريم وسلم عليه لانه عارفه، وبص على مروان. اهلا وسهلا بيك، لسه جاي البلد جديد؟ ايوه، اهلي كانوا عايشين هنا وانا كنت صغير ورحت امريكا من زمان ولسه جاي. ده انت منور البلد كلها يا اهلا وسهلا، شايف الناس الذوق المحترمه، مش تقول اللي اسمها فاطمه قليله الادب دي تعمل كده ما وريتها. فاطمه مين؟ انت قصدك على فاطمه بنت عمي؟ كريم بتوتر هو ما فيش غير فاطمه بنت عمك يعني يا مصطفى؟ لا قصده على واحده تانية. مصطفى بصلهم هما الاتنين. على من فاطمه بنت عمي تخصني وهتبقى خطيبتي ومراتي وما ينفعش حد يتكلم عليها، سلام. وبعدها مصطفى مشي ومروان بص لكريم. معقوله فاطمه الشريره دي تبقى بنت عمه؟ ما هو بصراحه انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، اصل فاطمه دي عيلتها كبيره قوي، يعني تلاقي كل البلد يعرفوها. انا بقول لك يا اما تسافر امريكا تاني يا اما سيبك منها الله يخليك، انت دخلت في حته سد. اسكت خالص يلا بقى روح البيت عندي ارتاح شويه وبعد كده نبقى نشوف موضوع فاطمه ده. وبعدها مروان وكريم راحوا على بيت مروان اللي كان كله متبهدل وحاولوا يروقوا في اي حاجه. وبعدها مروان ارتاح وكريم قال انا هروح الشغل بقى لان انا استأذنت نص يوم عشان اجيبك من المطار. والله يخليك مش عايز مشاكل، مالكش دعوه بفاطمه، سلام يا صاحبي. وبعدها كريم راح على الشغل ومروان فضل في البيت ما قدرش يتحرك لانه كان مصدع جدا. اما في بيت مصطفى خد دواء الصداع وراح على بيته، واول ما دخل لقى مامته واخته سعاد قاعدين بيتكلموا على فاطمه. وبعدين بقى وانتوا بتتكلموا على فاطمه ليه دلوقتي؟ ابدا ابدا يا حبيبي، ده البت اللي انت عايز تتجوزها بتحبك قوي قوي، بطل تريقه يا سعاد. طب بدل ما انت عارف انها بتريق وما بتحبكش خليتنا نروح لها ليه لحد عندها؟ ليه اسمع كلمتين ما لهمش لازمه؟ طب اعمل ايه، انا بحبها قلت لما انت تروحي لها تقولي لها تقول لك ماشي خليه يتقدم لي. وبعدين يا مصطفى هو انت هتفضل تقل يا ابني من نفسك كده ليه؟ انت احسن بنت تتمناك، شيل فاطمه من دماغك. انا بحبها قوي قوي ياما. بص يا مصطفى انا امك وانا الوحيده اللي فاهماك، انت ما بتحبش فاطمه، انت عايز فلوس عمك عشان عمك مش جايب غير فاطمه، يعني العمر الطويل ليه عمك فلوسه كلها هتكون بتاعت فاطمه. ايه ده يعني هي الحكايه كده؟ ماشي يا اخويا ابن امي وابويا، طلعت طماع وانني بس دماغك حلوه يا واد. بس يا سعاد ولا كلمه، خلاص بقى يا مصطفى احنا عرفنا اللي فيها يا ابني، ويا ريت ما تفكرش في الموضوع ده تاني، هي كده كده ما بتحبكش. الكسره اللي انا فيها ده انا ما انكرش ان انا كان نفسي فلوس عمي كلها تكون ليا، بس صدقيني انا بحبها. خلاص بقى كفايه كده قلتلك. حاضر يا امي، بس ده برضه مش هيوقف ثباتي عند موقفي، انا عايز فاطمه تكون مراتي، افهميني يا امي بعد العمر الطويل لعمي انا اللي هكون باشا البلد كلها. شكلك كده غبي وما بتفهمش كلامي، انا قلتلك اللي عندي والطمع بيقل ما جمع يا ابني، انا هقوم اعمل الغدا. وبعدها الام قامت على المطبخ عشان تعمل الغدا، وسعاد بصت لمصطفى كداب يا خيشه كداب قوي، شكلك وحش قوي قوي يا مصطفى وانت كداب كده وعايز فلوس عمك. وبعدها سعاد جريت على اوضتها قبل مصطفى ما يضربها. وعدى يومين على ده الحال، وكل يوم الحاج ابراهيم يروح الارض بتاعته عشان يطمن عليه. وفاطمه كانت قاعده في بيتهم من ساعه اللي حصل مع مروان، كل ما تفتكر اللي حصل قلبها بيدق ومش عارفه بيدق ليه. اما مروان كان قاعد في البيت عشان يرتاح شويه ويقرر هو هيعمل ايه بالظبط في المشروع. وبعد يومين مروان كان ماشي ورايح عند الارض بتاعته، وكانت ارضه جنب ارض ابراهيم بالظبط. واول ما شاف ابراهيم قال له اهلا وسهلا بك يا ابني، انت غريب في البلد ولا ايه وانت مين؟ انا بقى مروان ابن الحاج فهيم الله يرحمه. في الوقت ده ابراهيم خد مروان في حضنه. اهلا بالغالي ابن الغالي، الله يرحمك يا حاج فهيم، بس انت كنت فين يا ابني؟ عمك الله يرحمه لما راح قلت الارض ممكن تروح ما حدش ياخدها، ما انا كنت مسافر امريكا، ولما عرفت ان عم الله يرحمه راح قلت اجي بقى على المشروع هنا. مين حضرتك؟ انا بقى العمده يا ابني. مروان اتصدم لما عرف ان ده ابو فاطمه. اهلا وسهلا بيك يا عمده، بعد اذنك ينفع اعمل مشروع حلو جدا، يعني كافي شوب يعني بالبلدي كده زي القهوه. اهلا وسهلا بيك يا ابني، ده ارضك ودي بلدك،
اهم حاجه ان المشروع يكون كويس ويفيد البلد كلها. في الوقت ده فاطمة قربت منهم، كانت معاها كوبايتين شاي ليها ولأبوها، وبصت لمروان وضحكت وحطت ايدها على بقها. لما لقت مروان لسه متعور في راسه قالت لأبوها: اتفضل يا ابويا الشاي اهو. يا فاطمه ادي كوبايه الشاي التانية مروان ابن الحاج فهيم، ده الغالي ابن الغالي. فاطمة اتعصبت جدا وادت لمروان كوباية الشاي وقربت منه وقالت بصوت واطي: اتفضل الشاي اللي هتدفعه بالسم الهاري ان شاء الله. في الوقت ده مروان خد بق من الشاي وفضل يكح يكح، وفاطمة قالت: يلا على بركة الله، هتودع دلوقتي ولا امتى؟ مروان بص لها ورفع حاجبه: في حاجه اسمها ذوق ولا انت اول مره تسمع عنه؟ لا طبعا انا عارفة الذوق كويس قوي، بس قولي مين اللي ضربك في راسك كده؟ اكيد كنت بتعكس واحدة حلوة وعلمتك الادب. لا ابدا، كل الحكايه كان في حماره ما بتفهمش وهي ماشيه خبطتني في راسي. فاطمة اتعصبت: احترم نفسك لما تتكلمي باسلوب كويس. ابراهيم بيضحك: في يا اولاد، انتوا اول مره تشوفوا بعض؟ معقوله كده العصبيه دي كلها؟ اكيد انتوا بتهزروا. بس بقول لك ايه يا مروان، انت معزوم النهارده عندي على الغدا، لازم تدوق اكل فاطمه، ده اكلها زي العسل. حاضر يا عمده، ده شرف ليا طبعا. وبعدها ابراهيم خد كوباية الشاي واستأذن عشان يشوف الفلاحين بيعملوا ايه، وفاطمة قربت منه وبصت في عينه وقالت: ابقى تعالى عشان اعمل لك اكل تاكله وتاكل صوابعك وراه وتطلع المستشفى ونخلص منك. مش مشكله، بس اهم حاجه ان هيجي واحط رجلي على رجلي، وانت لا تطبخي الاكل، نمشيها خدامه نمشيها طباخه، بس عملت اللي انا عايزه. فاطمة داست برجلها على رجله: تعرف كلمة تانية ازعلك واجيب كمان طوبة ومراجع اكسر لك سنانك، سامع ولا لا؟ مروان بضحك: طب بس مالك زعلانه كده ليه؟ يلا بسرعه روح عشان تعرف تعملي اكل كويس وعدل، يلا امشي. في الوقت ده لسه فاطمة هترد عليه، ابراهيم قرب منهم: ايه يا ولاد، لسه بتتخانقوا ولا ايه؟ يلا بينا يا فاطمه عشان نروح البيت. وانت يا مروان يا ابني، مشروع الخير عليك ان شاء الله. وبعدها ابراهيم وفاطمة روحوا على البيت، ومروان فضل يضحك على فاطمة وقال في نفسه: سبحان الله، البنت جميله جدا بس لسانها متبري منها. ايه المشكله يعني لما تتعلم الذوق؟ هتبقى اجمل بنت في الدنيا. بس اول مره اشوف بجد اللي اسمها بنت ام راجل دي في ايد ابوها في الارض ايد بايد، فعلا برافو عليها. اما في البيت عند ابراهيم كان قاعد في البلكونه، وكانت سعديه في المطبخ هي وفاطمه بيحضروا الاكل، وسعديه قربت من فاطمه وقالت: بنتي يا فاطمه، انا عارفه ابراهيم جوزك كويس مش هيعزم اي حد، اكيد الوداع عليها العين، شاب محترم وكويس، قولي لي بقى شاب حلو كده ولا ايه؟ حلو مين والناس نايمين؟ اقعدي ساكته، انا اصلا ما اعرفش ابويا عازمه على الغدا ليه، اللي هيطفح الاكل اللي انا هعمله. سعديه بصت لها وضحكت: بقول لك ايه، انت مالك متعصبه كده ليه؟ هو الواد ده زعلك في حاجه؟ فاطمه بتوتر: لا لا ابدا، ولا زعلني ولا حاجه. بقول لك ايه يا ماما، اسكتي بقى، انا اصلا مش طايقاه، قال ايه جاي من امريكا وعايز يعمل مشروع في بلدنا، هو يوجع دماغنا ولا ايه؟ طب وانت مالك متضايقه كده ليه؟ خلاصة الكلام، اعمل اكل حلو يشرفنا انا وابوكي، ده داخل بيت العمده يا فاطمه لازم يحلف باكلنا. وبعدها سعديه خرجت من المطبخ، وفاطمه فضلت تعمل الغدا كله، وبعد كام ساعه حضر الغدا وفي انتظار مروان. اما مروان كان لسه خارج من بيته، وكان لابس بدله شيك جدا لانه متعود لما يروح العزومات يلبس بدل. وهو خارج من البيت قابل كريم صاحبه: اللهم صل على النبي، عرس يا اخواتي رايح فين؟ اوعى تكون انت رايح تخطب. مروان بضحك: لا مش قوي كده، مش هتصدق انا رايح فين، الحاج ابراهيم العمده عازمني النهارده على الغدا. كريم بصدمه: يا نهار مش معدي، الله يخليك مالكش دعوه بفاطمه بنته، سيبك منها، ده عيله قلبها طيب وغلبان، هي بس اللي بتعمل الشويتين دول بس. وسلام بقى عشان ما تاخرش، وعايزك معايا الايام الجايه عشان نعمل الكافيه. وبعدها كريم روح على بيته، ومروان راح على بيت العمده، واول ما خبط ابراهيم فتح له: اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني، النور ده كله، البيت منور باصحابه يا عمده. وبعدها ابراهيم ومروان دخلوا اوضه السفره، ومروان قال: ليه بس كل التعب ده؟ سعديه دخلت عليهم يا فاطمه: لا ما تقولش كده يا ابني، ده انت منور الدنيا كلها، ده اقل حاجه نعملها لك، اللهم صل على النبي عليك عسل. فاطمه بصوت واطي: عسل اسود ومنيل. وبعدها قعدوا على السفره عشان يتغدوا. بصراحه يا طنط سعديه الاكل طعمه حلو قوي، تسلم ايد حضرتك. الله يخليك يا ابني، حلو قوي. طنط سعديه دي منك، بس انا مش عامله الاكل، دي فاطمه بنتي هي اللي عاملاه. وبقول لك ايه، البدله انت لابسها عسل عليك. وبعدها مروان ابتسم لسعديه: متشكر جدا يا طنط، وتسلم ايدك يا انسه فاطمه، الاكل فعلا طعمه جميل جدا. فاطمه بصت له بابتسامه: الف انا على قلبك. وبعدها فاطمه قالت في نفسها: وبعدين بقى، وانا مال قلبي عمل يدق كده ليه؟ بصراحه انا اول ما شفته لابس البدله وشكله حلو كده قلبي عمل يدق، كان لازم يعني انسحب من لساني وغلط فيه واعوره بالطوبه. يلا بقى واللي حصل. وفي الوقت ده ابراهيم تعب جدا وما كانش عارف ياخد نفسه، ومروان وفاطمه وسعديه قربوا منه، ومروان عمل له اسعافات اوليه وحاول يخرج من زور حاجه كانت محشوره. وبعدها قال: الف سلام عليك يا حاج ابراهيم، لازم تاخد بالك وانت بتاكل الحاجه الصغيره دي، لو في زورك مش هتعرف تاخد نفسك، انا الحمد لله طلعتها لك. الحمد لله.
كتر الف خيرك يا ابني، انا مش عارفه والله من غيرك كنت هعمل ايه. كتر خيرك، ده انت طلعت ذكي وبتفهم ما شاء الله عليك. في الوقت ده فاطمه كانت عماله تعيط وماسكه ايد ابوها عماله تبوس فيها وتقول اخصى عليك يابا، ما كانوش دقيقتين كنت بتكح فيهم وشك احمر، لكن عدى عليا سنتين ربنا يخليك ليا. الحمد لله يا فاطمه انا كويس. بعدها قعدوا شربوا الشاي. فاطمه اديت الشاي لمروان وبص في عيونها. مروان بصوت واطي او تعاطي تاني، عيونك دي تبقى حلوه في الضحك وبس. عرفت بقى ان قلبك قلب خصايه والشويتين اللي عاملاهم دول تمثيل. فاطمه بصوت واطي انا مش عارفه ليه باجي قدامك ما بعرفش ارد، بعرف ارد لما ببعد عنك. افهم من كلامك انت بتغلط فيا ولا ايه؟ لا ابدا مش بغلط فيكي، انا بس معجب بعيونك الجميله ومعجب باكلك كمان. متشكره. وبعدها مروان شرب الشاي ومشي على طول. وطول الليل ولا مروان ولا فاطمه كانوا عاملين يفكروا في بعض. وبعد اسبوع مروان بدأ في المشروع وكان البلد كلها فرحانه بيه ومرحبا بمروان. ومروان كان واقف في الارض بتاعته مع العمال. فاطمه قربت منه وكان معاه سندوتشات. انا قلت اجديك تفطر شكلك كده على لحم بطنك من الصبح. ايوه فعلا يا فاطمه عندك حق، انا فعلا جعان جدا، بس قولي لي مين اللي عامل الاكل ده؟ عمل ايديا وحياة عينيا. يبقى خلاص الاكل ده كله بتاعي لان الاكل جميل جدا. وبعدها مروان وفاطمه قعدوا ياكلوا السندوتشات وبصوا لبعض وفضلوا يضحكوا. شفت بقى عيونك وضحكتك حلوين ازاي؟ اوعى تعيطي تاني. حقك عليا لو فعلا الطوبة عورتك جامد، ما تزعلش مني صفية لبن. مروان بضحك حليب يا قشطه. في الوقت ده مصطفى قرب منهم وكان بيزعق مع مروان. حلو قوي الكلام ده، اجيب لكم مصغره واتنين ليمون بالمره. انت بتكلمك كده وانت يا بنت بتضحكي ايه كده؟ قطع لسانك بنت اما في بيتك، ده انا ست البنات، احترم نفسك يا مصطفى واتكلم معايا عدل. وبعدين ابويا هو اللي قال لي روح اديله اكل وشرب، يعني حاجه ما تخصكش. مروان بعصبيه احترم نفسك، انا عارف ان انت ابن عمها بس لازم تتكلم بادب عن كده. وبعدين انت مالك متعصب لكده؟ متعصب ليه اصح؟ انا اقول لك انا بقى متعصب ليه، عشان خاطر دي تبقى خطيبتي والله يا فاطمه مش قدامي. وفي الوقت ده مصطفى مسك ايد فاطمه ومروان زقه وقال له بعصبيه لو زعلتها تاني انا اللي هقف لك، انت سامع ولا لا؟ بعدين انا عارف ان انت مش خاطبها، احترم نفسك لو سمحت. وبعدها مصطفى زعل جدا ومشي على طول. طبعا ما اشتكاش لعمه لان عمه دايما بيقول له ابعد عن فاطمه. اما عند فاطمه بصت لمروان وابتسمت. شكلنا كده هنبقى فعلا صفيه لبن. متشكره انت دفعت عني يا مروان. دي حاجه بسيطه، ولو زعلك تاني عرفيني على طول. ربنا يخليك ليا. وعدى شهور ومروان خلص الكافيه بتاعه وكان كافيه حلو جدا وكل البلد فرحت بيه. وكانت فاطمه عماله تساعد مروان في كل حاجه. وفعلا بعد شهر بالظبط مروان اتقدم لفاطمه وابراهيم وسعديه وافقوا على طول واتجوزوا وعاشوا اجمل ايام حياتهم. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكايه جديده. وما تنسوش اللايك للقصه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل قصه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة شهد حواس. كانوا 3 بنات قاعدين مع بعض في أوضة صغيرة، قاعدين على السرير وبينهم كيس لب كبير وكيس تاني مليان مكسرات. البنت الأولى واللي كان اسمها ريم. بصوا بقى، أنا جهزت حاجة حلوة كتير قوي عشان ناخدها معانا واحنا رايحين بكرة للجيش. والله أنا ما عارفة لازمتها ايه البهدلة دي، بس أحلى حاجة بجد ان جيراننا الموزز هيكونوا هناك كده. كل بنت هتقدر تشوف حبيب طفلتها كل يوم. التانية واللي اسمها لينا، هتفضلي كسولة كده يا بت لحد امتى؟ على فكرة بقى، هو في احلى من الجيش وحلاوة الجيش بدل قاعدة في البيت المملة قوي دي؟ وبعدين اديك قلتي الموزز هيكونوا هناك. التالتة واللي اسمها شهد، اسكتي يا ريت ما تتجادليش معاها، ما انت عارفة ان هي بتحب كل حاجة الولاد بتعملها لو عايزة تبقى زي الاولاد بالظبط. وطبعا بما اننا اصحاب ما نقدرش نسيب صاحبتنا في حاجة زي دي، الناس تقول علينا ايه؟ بجد يا بنات انا مش عارفه انام من كتر التفكير. بكره اروح الجيش ونشوف الشباب في العرض ده. تخيلوا هما لابسين الكاكي واقفين زي التماثيل والشمس طالعه عليهم. ياه قلبي مش هيستحمل. يا بنتي انت شايفه نفسك في فيلم الجيش والحب ولا ايه بالظبط؟ بس بجد انا نفسي اشوف ادهم وهو بيجري وهو بيغني النشيد بصوته العالي ده. في السناب بيبعت فيديوهات قصيره بس مش زي ما اشوفها بعيني، هيبقى شكله جامد قوي. ادريان بعت لي الصبح صوره وهو لابس الجزمه العسكريه الجديده وقال لي شوف الوحش اللي هيطلع بكره. انا ضحكت بس قلبي دقق قوي. يعني هو هناك بيتعب جدا، بيصحى 4 الفجر بيجري بيتدرب تحت الشمس ومع كده لسه بيفتكر يبعت لي. ده اللي بيخليني احس ان عايزه اكون موجوده هناك حتى لو من بعيد. بس انا خايفه قوي، يعني لو شافني وانا واقفه ابصله هعمل ايه؟ هضحك ولا اعيط ولا اجري اخبي؟ تخيلوا لو الضابط قال مين البنات دول، هنقول ايه؟ جاي ندور على حبايبنا؟
حاضر يا فندم. البنات التلاتة جايين يشجعوا الجيش المصري، وبعدين هنقف ورا السور ونسقف ونهتف يا محمد يا ادهم يا احمد انتم ابطالنا. وبعد العرض لو سمحوا يقربوا هنقول لهم انتوا اتبهدلتوا النهارده يا وحوش. يا بنتي اهدي، مش هنعمل فيلم، هروح نلبس حاجه نضيفه ومحترمه، شنطه صغيره فيها ميه وسندوتشات، ونستنى في المكان اللي الاهالي فيه. المهم نشوفهم ونطمن عليهم ونحس انهم عارفين اننا موجودين، دي اكتر حاجه بتفرق معاهم وسط التعب ده كله. طب خلاص هنروح، بس لو قلبي وقف ساعتها انتم اللي هتتحملوا مسؤوليه. وكمان لازم نصور فيديو بعيد شويه عشان نرجع نشوفه تاني في البيت ونقول كان يومنا ده احلى يوم. وده بالظبط نيران العشق، نار جوه القلب وهي مش بتطفي، بتكبر كل ما نشوفهم اقوى واشيك. بكره هتبقى مغامره حلوه قوي يا بنات، هنصحى 4 الفجر نلبس ونطلع ونعيش اللحظه دي سوا. يلا ايد واحده علشان التلاتة يشوفوا حبايبهم ويحسوا انهم مش لوحدهم. وتاني يوم لبسوا وجهزوا نفسهم ونزلوا ركبوا العربيه. كانت لينا اللي كانت بتسوق، ورا كان قاعد ريم وشهد. يا بنات انا حاسه اني لو شفت ادم دلوقتي هقع في حضنه قدام الظابط والكل واقول له خلاص يا وحش انا جيت انقذك من التعب ده كله. انت هتقعي في حضنه؟ ده انا لو شفت محمد اقف ابص له كده من بعيد وبعدين اغمى عليا واقع على الارض وهما هيجروا يشيلوني وانا هفوق واقول لا لا انا كويسه بس قلبي وقف شويه. يا بنات انتوا بتكبروا الموضوع قوي، احنا رايحين نشجع مش رايحين نعمل مشهد من مسلسل تركي. امال لو ما كنتش داهبه يا اختي انت هتصيع علينا يا بت ولا ايه؟ ده انت بيغمى عليك اول ما بتشوفي ادريان. بس يخرب بيتك بلاش فضايح، بلاش فضايح تفضحينا الله يخليك، انا مش ناقصه. جرايه يا شهد الكلب، هو انت ليه محسساني يعني ان في حد غريب هنا؟ برضه يا بنتي افرضي ادريان اتصل بيا دلوقتي وسمع كلامكم يقول عليا ايه؟ هو مش عارف انك بتحبيه ولا ايه؟ انت هبله يا بنتي، اكيد طبعا ما يعرفش حاجه عن حبي ليه، ده دايما يقول انت زي اختي الصغيره. قال ايه عشان انا واخته صحاب؟ اه يا جزمه، انت رايحه تصاحبي حد غيرنا؟ انت ناويه تدخلي العهد ولا ايه؟ يا بنتي يا شهد انت فعلا ناويه تكملي في حكايه اختي الصغيره دي لحد امتى؟ ده الولد بيبعتلك صوره الجزمه وهو لابسها ويقولك شوفي الوحش وانت لسه مقتنعه انه شايفك اخت؟ ده واضح قوي انه بيختبرك يا بنتي. والله ما اعرف، يمكن فعلا شايفني كده، انا خايفه افتح الموضوع واحرجه او احرج نفسي يبقى لا يا شهد انت زي اختي وانا اموت من الاحراج. خلاص انا هفضل صاحبتكم واشجعه من بعيد، كفايه اني اشوفه اطمن عليه. لا يا حبيبتي مش هتفضلي كده، احنا النهارده هنعمل خطه نيران العشق المكشوفه، هنشجعهم وفي نفس الوقت هنخليهم يحسوا ان في بنات مش مجرد اهالي او اصحاب، بنات بيحبوهم بجد. موافقين؟ ايوه خطه. قولي يا ريم ايه هي؟ ايه دي يا بنتي بس شويه، هو انت شايفه دماغي ايه روبرت يعني؟ اول ما تقولي في الخطه تلاقيني اقولها لك على طول، ما تفكري شويه. اه صح نسيت انك انسانه، معلش بقى يا رورو. بعد شويه وصلوا المكان ودخلوا المعسكر واستقبلهم الحارس. دخلوا كان في شاب واقف مستنيهم، الشاب ده يبقى فارس اخوهم الكبير. اه صح، لينا وشهد وريم مش بس اصحاب، ده هم اخوات من نفس الاب والام، بس هم فعلا اقرب 3 لبعض. وفارس يبقى اخوهم الكبير. جريوا عليه وحضنوه بفرحه، ريم جريت اول واحده وحضنته بقوه وهي بتضحك وبتعيط في نفس الوقت. يا فارس وحشتني قوي، انت ليه مش بتبعت صور كتير زي زمان؟ كنت مفكرك نسيتنا. لينا دخلت في الحضن بعدها مباشره وهي بتشد على رقبته. احنا مش نسيناك، انت اللي نسيت، بس شكلك جامد قوي كده، الجيش خلاك اشطر من ايام الجامعه. وشهد برضه راحت وسلمت عليه بفرحه. فارس بيضحك وما بيبص للتلاته. يلا تعالوا ندخل، العرض هيبدأ بعد ساعة ونص تقريبا. انا هوديكم مكان حلو ورا المنصة الرئيسية، في كراسي تحت الخيمة وهتقدروا تشوفوا كويس من غير ما حد يزعجكم، بس بلاش صوت عالي قوي في الاول عشان الضباط حساسين شوية. ركبوا معاه عربية جيب صغيرة، كان سايقها جندي صغير. وفي الطريق المعسكر الداخلي بدأ فارس يحكي. تعرفوا ان ادهم ولي قائد مجموعة دلوقتي؟ الولد ده بقى وحش بجد، بيصحى قبل الكل بيدرب نفسه لوحده وبعدين يصحي باقي الشباب. الضابط بيحبه قوي، بيقول عليه ده مش جندي، ده قائد من زمان. بجد؟ يعني هيبقى هو اللي بيتقدم الاول في العرض؟ ايوه، ومحمد كمان في نفس المجموعة. الاتنين دول بقوا زي الظل لبعض. وادريان كمان مع انه منعزل شوية واكتر الوقت لوحده بس برضه هو مجتهد جدا. او مهم في نفس مجموعة ادريان، ده اللي بيخلي الكل يضحك حتى في وسط التعب. بيغني في الجري، بيعمل حركات كوميدية وهما بيعملوا تمارين. الضابط مرة قال له لو مش عاجبك الجري غني نشيد واحنا نجري وراك. فضل يغني لحد ما الكل انفجر من الضحك. محمد كده برضه، يعني لسه بيضحك حتى لو تعبان؟ محمد ده الساكت اللي بيضحك بعينه. لما بيبعت لي صور بيبقى فيها كلام قليل بس صور بتحكي كل حاجة. انا شايفه بيحاول يبقى اقوى عشان في ناس مستنياه بره. شوية ووصلوا الخيمة. انا هسيبكم هنا شوية، لازم ارجع اجهز المجموعة، بس قبل ما امشي عايزة اقول لكم حاجة مهمة. بص لشهد مباشرة وبعدين للكل.
الولاد دول بيتعبوا جدا، واحيانا بيحسوا انهم لوحدهم لما يشوفوا ان في حد جاي مخصوص عشان يشجعهم. ده بيفرق معاهم اكتر ما تتخيلوا. فلو عايزين تعملوا حاجه خلوهم يحسوا انكم فخورين بيهم. مش لازم كلام كتير، نظره، ابتسامه، تصفيق، ده كفايه يخلي التعب يروح. لينا بهمسة يا شهد، اسمع الكلام ده إشارة. شهد بصت للأرض وخدودها احمرت تاني. وبعد نص ساعة تقريبا بدأ العرض. أول حاجة كان عرض عسكري للانضباط والمشي بالخطوة. الشباب طلعوا صفوف منتظمة، القاقي لامع تحت الشمس، الجزم السودا بتلمع، والوجوه جدية بس فيها قوة. لينا وقفت أول لما شافت آدم في الصف الأول. ياه، ده هو! شوفوا الوقفة دي يا بنات، أنا هموت. ريم مسكت إيد شهد بقوة. محمد هناك في النص، شايفاه بيبص ناحيتنا. فعلا محمد رفع عينه لحظة، شاف ريم مبتسمة ابتسامة خفيفة جدا اللي محدش غيرها ممكن تلاحظها. ريم حطت ايدها على قلبها. قلبي وقف. أدريان كان في الصف التاني. لما شاف شهد عمل حركة صغيرة جدا بإيده زي إشارة سلام من بعيد، وغمس بعينه. شهد غطت وشها بإيديها. يا لهوي، ده شافني! يا لهوي يا لهوي! بعد ما خلص العرض العسكري الصباحي وكل بدأ يتفرق، فارس رجع قرب من البنات وقال لهم: حلو قوي كده يا بنات، انتوا كده شفتوا العرض بتاع الشباب وشفتوا نظام التدريب عندنا. دلوقتي معاكم نص ساعة تتعرفوا على المكان، واللي عايز يعمل حاجة يعملها عشان نبدأ تدريب. قشطة؟ البنات هزوا راسهم بالموافقة على وشهم ابتسامة، وكل واحدة قربت من الشاب اللي هي بتحبه. ريم راحت وقربت من محمد بخجل. حمو حكشة حموكشة، عامل ايه يا باشا؟ ايه الأخبار؟ وحشتني يا قلبي، يا روح، يا قرة عيني، يا حبيبي، يا وحش، يا أسد، يا نمر، يا... انت من امتى بقيت هبلة كده يا بنت يا ريم؟ ده انت كنت بتتكلمي عادي قوي في التليفون قبل اسبوع. ايوه، بس ده قبل ما نشوفك بالكاكي ده شكلك دلوقتي مش محمد اللي كنت بعرفه. ده محمد النسخة المعدلة عسكريا. ده محمد اللي لو دخل فيلم اكشن هيبقى البطل والشرير في نفس الوقت. طب وانت ايه جايه لابسه الترنج الابيض ده زي ما تكوني داخله جيم مش داخله معسكر؟ ده انت شكلك رايحه تتمرني في فتنس وورلد، مش تدريب عسكري. يا عم ده احسن لبس رياضي عندي. ايه، عايز نجيب الجلابيه واقول للظابط انا جاي اطبخ للجنود يا فندم؟ لا ده كويس، بس انا خايف لما نشوفك بتجري تحت الشمس تتحولي الريم المقليه، هتطلعي زي البطاطس المحمره. يا محمد، انت بتتريق عليا ولا بتغازلني؟ ده انا جاي اشجعك وانت بتقولي بطاطس. اصل البطاطس المحمره دي احلى حاجه عندي، بس انا مش هقولها قدام الكل عشان ما يقولوش اني بفكر في الاكل وانا في التدريب. ريم ضحكت ضحكه عاليه، وبعدين حطت ايدها على خدودها عشان تخبي الاحمرار. يا لهوي، انت لسانك طويل قوي من ساعه ما دخلت الجيش. ده الظابط علمك التريقه ولا ايه؟ لا، ده ادم هو اللي بيدربني على فن الرد السريع. بيقولي لو بنت قالت لك وحشتني قولها انت اللي وحشتني اكتر من العيشه من غير ملح. يا ادهم الكلب، ده هو اللي بيخرب دماغك. انا كنت فاكراك ساكت هادي، طلعت بقيت محمد الردود السريعه. وعند لينا وادهم كانوا قاعدين على طوبه كبيره على جنب. ايه ده يا بت يا ليلو، بقيتي موزه قوي اليومين دول يا بت، ولا انا ما شفتكيش من زمان؟ بس يا ادهم الزفت اتلم. والله لو اخويا فارس يقفلك في الحبس اللي تحت الشمس ساعه زياده. انت لسه بتتريق وانت لابس الكاكي ده، وشك زي الطماطم المحروقه من الشمس. ادهم بيضحك ويحط ايده على قلبه. يا قلبي طماطم محروقه؟ ده انا لو محروق يبقى محروق عشانك انتي. تخيلي الشمس بتضرب عليا 6 ساعات وانا بفكر يا رب لينا تيجي تشوفني وتقول لي يا وحش يا ادهم وانت جاي فعلا. ده انا كده هطير من الفرحه واعمل عرض جو فوق الخيمه. عرض جوي؟ انت لو طرت هتقع على راس الضابط وهيرميك في التدريب الاضافي شهر. وبعدين إيه الكلام ده؟ محروق عشانك؟ ده انت محروق عشان الجري والتمارين مش عشاني انا. اعترف بقى يا عم الرومانس المزيف. طب والله لو مش عشانك انا كنت طلبت نقل معسكر تاني من بدري، بس انا قلت للظابط يا فندم سيبك من النقل، انا عايزه افضل هنا عشان البنت اللي هتيجي تشوفني دي لو شافتني في معسكر تاني هتقول ده مين ده. انا عايزاه في نفس المكان عشان تفتكرني. يا كداب، انت قلت كده للظابط بجد؟ طب هو قالك ايه؟ قال لي يا ادم انت لو ركزت في التدريب زي ما بتركز في الحب هتبقى فريق اول بعد شهرين. وبعدين ضحك وقال لي بس خلي بالك لو شفت بنت هنا هقولك انها جايه تشوف حد تاني. لا، الضابط قال كده؟ ده انا هروح اشتكيله دلوقتي. هقول له يا فندم ادهم بيضحك عليا، بيقول لي اني جايه اشوف حد تاني. ما تروحيش والله يرميني في التدريب الليلي لوحدي. خلاص انا اسف، انت اللي جايه تشوفيني انا بس. والله العظيم ما فيش ولا واحده تانية في دماغي غيرك. حتى لما بنغني نشيد في الجري انا بغني في دماغي يا لينا يا لينا قلبي ملكك يا لينا. يا عم انت بقيت شاعر كمان. طب وريني بقى غني النشيد بتاعك ده دلوقتي. ادم بيبدأ يغني لها. يا لينا يا لينا وحشتيني يا لينا، في الجري والوقفه قلبي بيدق يا لينا، الظابط بيضرب والشمس بتحرق بس انا بفكر فيكي واقول يا سلام يا لينا. لينا بتنفجر الضحك لحد ما دموعها نزلت وبتضرب رجليها على الطوبة. كفاية تموتني ضحك. ده انت لو غنيت كده قدام المجموعة
هيرموك في الحبس بتهمة افساد الروح المعنوية. طب وانت لو شفتيني بقع في التمرين هتعملي ايه؟ هتجري تشيليني ولا تصوري وتبعتي لاصحابك شوف الوحش وقع؟ انا هجري اشيلك واقول للظابط ده حبيبي يا فندم سيبه يرتاح شويه، وبعدين هحطك في حضني واقول لك خلاص يا وحش انا جيت انقذك من الجيش كله. يا نهار مش معدي، لو عملت كده الظابط هيعتقلك انت كمان بتهمة التحريض على الهروب من الخدمة العسكرية، وبعدين هيبقى حب، وبعدين هيبقى فيلم الحب في السكنة. طب لو انا عملت كل ده بجد هتعمل ايه؟ ادم بصلها بحب، هقوم احضنك قدام الكل واقول للظابط يا فندم مش بنت عادية، ده اللي بتخلينا اكمل اليوم ده كله، وبعدين اخد اجازة يومين واقول لك يلا نهرب نتمشى على الكورنيش وناكل ذرة وترمس وحمص الشام. اما بقى شاهد اللي قربت من ادريان وشها كان في الارض من الخجل، كان موديلها ظهره ومش واخد باله انها واقفه موجوده، حطت ايدها على كتفه وهي بتطبطب عليه براحه، لف وبصله وكان سعيد جدا لما شافها. شهوده عامله ايه يا سوسو؟ والله كنت مستنيكي، يا دوب خلصنا عرض وانا واقف هنا مستني انك تيجي. انا بخير، المهم تكون انت كويس، التدريب باين عليه صعب قوي عليك، خلي بالك على نفسك ده اهم حاجه. تعرفي انا كل يوم هنا بقول لنفسي لو شاهد شافتني كده هتقول ايه؟ هتخاف عليا ولا تضحك على شكلي وانا متعرق ومرهق كده؟ ولما شفتك النهارده في العرض حسيت ان التعب كله راح في ثانيه. شهد بتبتسم بخجل وبتشد ايديها من ايده شويه بس مش بتسحبها تماما. انت مش شكلك متعب، انت شكلك قوي اول ما كنت متخيله. الجزمه دي القاقي اللي واقفه كل حاجه فيها بتقول انك بتتحمل عشان حاجه اكبر منك. ده كلامك ده لو سمع الضابط هيقول يا ادريان انت مش جندي، انت شاعر متخفي في الجيش. بس بجد انا مش قوي زي ما انت شايفاني، انا بتعب وبتعب قوي احيانا، بس لما بفتكر ان في ناس برا مستنياني بيبقى عندي طاقة تانية. شهد بتبصله في عينه لأول مرة من غير ما تخفض نظرها بسرعة. وانا من الناس دول مستنياك كل يوم، مش بس عشان تكون اخويا او صاحبي، انا مستنياك عشان انت. وسكتت لحظة وقلبها بيدق بسرعة، خافت انها قالت حاجة زيادة، بس ادريان ما علقش على الكلام ده بطريقة تخليها تحس بالاحراج. هو بس بصلها بنظرة عميقة زي لو كان عارف اللي جواها من زمان. تعرف يا شهد انا دايما بقولك يا اختي الصغيرة عشان احميكي من اي حاجة، عشان اخليك تحس انك في امان معايا، بس مش معنى كده اني مش شايفك غير كده. يعني ايه؟ بصراحة مش فاهمة قصدك. ادريان بيتنهد وبيبص بعيد ثواني زي لو بيجمع كلامه، وبعدين يرجع يبصلها. يعني انا بحب اشوفك تضحكي، بحب اسمع صوتك لما بتتريق عليا، بحب انك دايما موجودة حتى لو من بعيد، واحيانا لما بكون لوحدي في السرير بالليل وبفكر في اللي جاي بتيجي انت في بالي الاول، مش كأخت صغيرة، كإنسانة أنا مش عايزة أخسرها أبدا. وأنا خايفة أوي يا أدريان، خايفة لو قلت اللي جوايا يبقى كل حاجة تتغير ونخسر اللي بينا دلوقتي. أدريان بيبتسم ابتسامة رقيقة وبيمسك خص الشعر طالع على وشها ويحطها ورا ودنها برفق. مش هنخسر حاجة، احنا مش أطفال دلوقتي، لو اللي جواكي زي اللي جوايا هنعرف نفهم بعض من غير ما نخسر حاجة، ولو مش زي بعض هنفضل زي ما احنا أقرب الناس لبعض. أنا مش هسيبك أبدا شهد، مش هسيبك حتى لو قلت خلاص، أنا شايفاك أخويا وبس. انت دايما كده بتخليني احس ان كل حاجه تبقى كويسه، عشان كده انا هنا، عشان اخليك تحس بالامان، وعشان لو يوم من الايام قررت تقولي اللي جواكي تلاقيني مستنيكي، مش ههاجر، مش هخاف، مش هقول لا. بعد كده فارس بينادي عليهم كلهم عشان يبداوا تمرين. الشباب وقفوا في صف والبنات في الصف التاني. واحد من الشباب بدأ يتكلم بسخريه وده كان اسمه ابراهيم. والله انا ما انا عارف البنات دي اللي جايبهم عندنا الجيش، والله دي حاجه توجع القلب والعين والدماغ، كمان ما بيعرفوش يعملوا حاجه غير الاكل والطبيخ ويهببوا ايه هنا. البنات بصوا له بشر. ريم بغضب جرايه بورصه على الحيطان يا فرغان يا صد الرد يا مصطفى هد، ما غرقش ياض ان انا بنت لا يا حبيبي. بقول لك ايه يابا، ده انا ممكن اجي اجيبك من شعرك والف بيك المعسكر كله واخلي اللي منشري يتفرج عليك، لمي نفسك كده معانا يا حيلتها. محمد وادم والبنات وادريان حتى فارس كانوا كاتمين ضحكتهم بالعافيه. بس يا ريم الزفت بس اسكتي، هتجيب لنا الكلام ليه؟ سيبها يا ادهم، بصراحه يا ريم عندها حق، ما كانش ينفع خالص ابراهيم يقول اللي هو قاله ده عشان هو مالوش الحق في كده اصلا. ابراهيم بص لمريم، ما تبقى الستات ما تعرفش غير الكلمتين دول والردح والشرشحه. ما اعرفش والله، انا مش هرد عليكي، مش هنزل مستواي لمستواكي، يعني راجل مش هنزل مستواي لمستوى ستات. ريم جريت عليه وكلهم كانوا بيحاولوا يوقفوها، راحت وجابته من شعره وفضلت تلف بيه في الارض. محمد جري بسرعه شده منها. ايه دي يا ريم، خلاص يا بنتي انا خليت اسف خلاص، ما حصلش حاجه يعني، خلاص اهدي بقى. الاسلوب ده وايه الطريقه دي بجد؟ ده مش اسلوب بنت ابدا، انا غلطان اني بتكلم معاك وبمسحك بالراحه. صراحه يا ابراهيم انت اللي غلطت، المفروض تتاسف لها. ايوه انت اللي غلطان يا ابراهيم، ما كانش ينفع تقول كده ابدا، بعد اذنك اتاسف لزميلتك في التدريب. فارس بصله بحده. ابراهيم خاف من نظرته وتاسف لها فعلا، وهي فضلت تغث فيه وتطلع له لسانها
وكلهم كانوا كاتمين ضحكتهم بالعافية. محمد خبطها في راسها بخفة وهو بيضحك. خلاص بقى يا مصيبة، يلا ابدأ تدريب عشان اليوم لسه طويل قوي. وبدأوا فعلا تمرينات، والبنات كانوا مرهقين جدا. وبعد ما اليوم ما خلص كانوا قاعدين كلهم قدام الخيمة وبيعملوا شاي. فارس بص للبنات وقال: معلش بقى يا بنات، عارف ان انا ارهقتكم جامد في التمارين النهارده، بس عشان لازم تتدربوا على كل حاجه وتتدربوا بشكل صح وطبيعي. وطبعا في وقت الفراغ معكم الشباب هيدربوكوا برضه زياده. لا بس والله يا فارس القعده هنا حلوه قوي بجد، ما كنتش متوقعه ان هي هتكون جميله قوي كده. انت عارف برغم ان التمرينات صعبه وكده، بس والله كفايه لمتنا مع بعض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، من امتى يا بنتي يا لينا بقيتي حكيمه قوي كده في كلامك؟ طب يا بنات، بما انكم خلاص بقيتوا جنود شرفيين النهارده وشفتوا التعب بجد، احنا هنعمل حاجه جديده في الجيش المصري: تدريب اللياقه العاطفيه. يعني ايه؟ يعني الشباب هيدربوكم وانتوا هتدربوهم، بس في حاجه واحده: ممنوع التريقه على بعض، وممنوع الضحك، وممنوع الكلام الغريب اللي يا وحش ويا قلب قدام الضباط. اتفاق؟ اتفاق يا عم. ده احنا لو اتفقنا على كده هموت من الكتمه. انا لو شفت ادم بيجري تاني هقول يا طماطم محروقه 2 ومش هقدر امسك نفسي. والله لو قلت كده تاني هقوم اجري 10 لفات زياده واقول للظباط دي عقوبه ذاتيه عشان بنت قالت عليا يا طماطم. خلاص يا جماعه، هنعمل قواعد جديده: ممنوع حد يقول وحشتني الا بعد الساعه 6 المغرب. لو حد قال يا قلبي في التدريب يعمل عشان ضغط رجلين فورا. لو حد غمز او عمل اشاره حب من بعيد يترمي في بركه المايه اللي جنب الخيمه. يعني لو دلوقتي غمزتلك كده هترميني في البركه؟ وبيغمز بعين واحدة بسرعة. ريم بتجري عليه وبتشده من ودنه: أيوة يا محمد، اللي معدل عسكريا هترميك وأقول للظابط ده كان بيحاول يهرب عاطفيا يا فندم. يا بنات بلاش، أدريان لسه ما قالش حاجة، خلوه يرتاح شوية. أدريان بيبص لشهد بهدوء وبعدين بيبتسم ابتسامة شيطانية: لا لا أنا مرتاح قوي، بس لو عايزين نطبق القواعد دلوقتي يا ريت. وبيقرب من شهد خطوتين وبصوت واطي جدا بس الكل بيسمعه: شهودة، انت النهارده زي القمر، بس القمر اللي في الجيش، يعني مضيء ومحروق في نفس الوقت. يا أدريان، ده انت كنت بتقول ايه ده؟ دي مخالفة من الدرجة الأولى، ارموه في البركة حالا. لينا بتقوم تجري وبتشد أدريان: يلا يا وحش، البركة في انتظارك. آدم بيجري وراهم وهو بيضحك: لا لا سيبوه، ده أول مرة طلع جملة رومانسية من غير ما يقول يا أختي الصغيرة، ده إنجاز عسكري. فارس بصوت عالي: أنا آسف يا رب، أنا اللي جبتهم هنا، أنا السبب. ريم بتشد فارس كمان: انت كمان انت قلت تدريب اللياقة العاطفية، يعني انت موافق على الغمز والكلام ده كله؟ يلا انت اللي هتدخل البركة الاول. الكل بيجري ورا بعضه في دوائر حوالين الخيمة. كان قاعد بعيد عنهم شوية بيتفرج عليهم وساكت من ساعة اللي حصل الصبح. والله انا كنت فاكر ان الجيش صعب، طلع الحب اصعب. انا هرجع اتأسف تاني واقعد في الحبس احسن. محمد لمحه وهو بيجري وقلب ضحك: تعالى يا ابراهيم، البركة فيها مكان لكلنا النهارده. فجأة بيطلع الظابط من بعيد واقف على التلة وبيبص للمشهد ده كله: بنات وشباب بيجروا وبيضحكوا وبيرموا بعض في المية اللي في البركة الصغيرة. الظابط بصوت عالي: ايه اللي بيحصل هنا؟ ده معسكر ولا لعب عيال؟ الكل اتجمد مكانه. خلاص اتفضحنا، الظابط هيرمينا كلنا في الحبس الجماعي. لو سأل نقول ان ده تدريب مكافحة الحرائق العاطفية. لا لا، نقول تدريب الانقاذ العاطفي، واحنا بننقذ بعض من الملل. الظابط قرب منهم ببطء وفجأة انفجر من الضحك: كويس كويس يا ولاد، عشان تعرفوا تسلوا نفسكم في وقت الفراغ روحكم حلوة، خلونا نضم ليكم. الشباب والبنات بصوا لبعض وفتشوا على روحهم من الضحك. وتاني يوم بعد نهاية التدريب البنات والشباب كل اتنين كانوا واقفين مع بعض كالعادة. بقولك ايه يا حمو، تعرف اني بحبك حب ما بعده حب، وبموت فيك موت ما بعده موت. والله يا ريمو انا بحبك اكتر. وعلى فكرة انا والشباب اتفقنا هروح نطلب ايديكم انتوا والبنات بعد نهاية سنة الجيش. بجد يا حمودي؟ والله يا ابني انت قلبي وكبدتي وكليتي وفشتي، حبيبي حبيبي. وعند لينا وادهم: لولي يا لولي يا حتة سكرة، لولي يا لولي يا شمعة منورة، بحبك يا مسكر يا حلوة يا مزنتة. طب ما انا كمان بحبك يا باشا، ده انت الطب وعندك نقول ستوب. حبيبتي يا ليلو، تعالي نتمشى مع بعض شوية. اما عن شهد وادريان كانوا واقفين بص لبعض بعمق. شهد بصت في عيونه وقالت بحب: يمكن دي المرة الأولى اللي هقولها لك فيها، بس عايزة أقولك أنت أغلى حد عندي. أدريان، أنا بحبك، أنت حب طفولتي من وقت ما كنا صغيرين، وأنا بحبك أوي فوق ما تتصور. شدها وحضنها في دموع في عيونه: وأنا كمان بحبك أوي أكتر مما كنت متخيل بجد. عمري ما شفتك أخت ليا، دايما كنت شايفك حبيبتي وكل حاجة في حياتي. تتجوزيني؟ شهد بدموع: موافقة طبعا يا قلبي. وعاشوا كلهم مع بعض في سعادة أبدية. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكاية جديدة. وما تنسوش اللايك للقصة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.